السلام عليكم واهلا بكم اخواتي وحبايبي اللي متابعين قناتي. النهارده هنعمل معاكم احلى وصفه ممكن تعمليها. النهارده هعمل معاكم كنافه بالمانجا. مفيش حد ما بيحبش الكنافه ومفيش حد ما بيحبش المانجا. يعني النهارده هيبقى الميكس كده حاجه كده خطيره. يلا نبدأ بالفيديو. بس قبل ما نبدأ انا ايناس شانل. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة. ويلا نبدأ بسم الله ونشوف كمية. اول حاجة هجيب كمية من المانجا، لازم تكون كمية كويسة يعني عشان تكفي المقادير. ونوع المانجا يا حبايبي تكون المانجا تكون نوعها حلو ويكون يعني فيها لحم كده، ما تبقاش اللي هي ما تطلعش معاكي لحم كمية. زي ما انت شايفة معايا بقى بالقشارة كده، هبتدي اقشر كده بالقشرة او بالسكينة. هقشر القشر دوت بتاع المانجا. وطبعا القشر طبعا المانجا انا غسلها في الاول. القشر دوت انا مش هرميه يا حبايبي. دلوقتي هقول لكم بعد ما اقشر المانجا واعمل الجزء هتشوفوه انا هنعمل ايه بالقشر بتاعها. مفيش حاجة في المانجا هنهدر منها. وبعد كده ما قشرناها هبتدي اشيل الجنب الشمال والجنب اليمين زي ما انت شايفة، وحتى اللي في الجناب دوت شايفين الرفيع ده البذرة مبقاش طبعا فيها اي هطلعه لحمة. واعمله كل مكعبات الحاجات اللي صغيرة طلعت من كده. حوالين البذرة دي المكعبات دي بقطعها هنحطها يا مكعبات حبايبي صغيرة، حشو في دي اللي الميس. هتتحط في الحشو واللي جوه على ومش البذرة هتبان. هنعمله عصير، يعني احنا مش وطبعا لو هنهدر انتوا من ما المانجا حاجة. بتعرفوش. اي حاجة في المانجا هنستعملها. والحتتين الكبار اللي هما من جنب الشمال واليمين ابتديت عملتهم شرايح زي ما انتوا شايفاها كده عشان ازينها بتزيين الوردة كده. وكده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين يعني احنا ما هدرناش حاجة. وزي ما انت شايفة القشر اهوت والشرايح اهيت والمكعبات اهي، يعني بكل سهولة قطعنا ايه المانجا، ما خليناش فيها حاجة. ودلوقتي هنبتدي نعمل الشربات بتاعكو بتاع الكنافة. طبعا كوباية ونص من السكر على كوباية من المية زي ما انتوا شايفين كده. وعلى رشة على رشة من الفانيليا. طبعا كوباية هي كل المقادير اهيت قدامكم، وعلى رشة من الفانيليا. وابتدي اقلبهم مع بعض عشان السكر ما يحببش معانا يا حبايبي، ويجي في الاخر يبقى ايه السكر كده بيبقى ظاهر كده ومحبب معاكي. ابتدي نقلبه شوية حلو قوي قبل ما تدوبيه، قبل ما تحطيه على النار. وبعد كده يا حبايبي معايا قشر المانجا. طبعا انا غسلاه قشر المانجا ومخليها زي الفل. دلوقتي هبتدي انزل كام قشرة كده من المانجا، شوية من قشرة المانجا على الشربات دوت. وابتدي احطه على النار لمدة 10 دقايق هيبقى معايا تمام. وابتدي ابرده. طبعا الكنافة تاني خطوة يا حبايبي. الكنافة يا حبايبي اسهل حاجة للكنافة ان انت تجيبيها من قبلها بشوية وتحطيها في الفريزر وتبتدي تفركها في ايدك، هتبص تلاقيها اتفركت في منتهى السهولة. انا كمني لسه جايباها وجت كده، فانا هبتدي اقطعها بالسكينة. يلا مش هيجرى حاجة ان انا هحمرها بقى، يعني مش هتبان وهتتفتفت لوحدها. بعد كده معايا معلقة من السمنة على نص كوباية من السمنة العادية، دي سمنة بلدي المعلقة دي، على كوباية من السمنة الايه العادية، وعليهم نص كوباية من السكر، 3/4 يعني كوباية من السكر البودر كده. وابتدي انزلهم على الكنافة اللي انا قطعتها يا حبايبي. بعد كده ما قطعناها كده ونزلت عليها بالسمنه ابتدي افركها فركه كويسه كده بحيث ان اخلي السمنه كلها تختلط بالكنافه كلها، يبقى ايه يا حبايبي كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي اشرب الكنافه من السمنه بتاعتها. وطبعا السكر يا حبايبي هيديك عشان يكرمل معاكي ويديك اللون الاحمر الجميل في الكنافه. لو انت مش هتعرفي تحمريها على البوتاجاز، ملحوظه يعني مش هتعرفي تحمريها على البوتاجاز، افرديها في صاج وحطيها في فرن البوتاجاز ومن فتره لفتره تقلبي فيها برضو مش هتسيبيها. لكن انا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين انا هحمرها على النار وهوطلها النار، بس ايدي هتبقى فيها مستمره. يعني مش هسيبها لان هي مش هتستحمل. لو سبتيها هتتحرق جنب وجنب وهتطلع معاكي مش كويسه. فانا ايدي فيها كده على طول وابتدي احرك فيها شمال ويمين لحد ما تديني اللون الجميل، اللون اللي هو البامبا الحلو دوت. وهتشوفوها معانا هنوصل لحد فين. وزي ما انت شايفة وصلت معايا اللون بالطريقة الجميلة دي واللون البامبا الحلو ده. وبص كده بقت جميلة ازاي. طبعا الشربات بتاعي طبعا بارد والكنافة سخنة. طبعا الشربات ده انا هحطه نصه بس يا حبايبي، نص المقادير. والنص التاني هقولك هنعمل بيه ايه. هرش كده نص المقادير كده على الكنافة وابتدي اقلب نص الكمية، كل كمية الكنافة كده نقلبها مع بعض بحيث ان الشربات يختلط في الكنافة كلها، مش يبقى جنب وجنب، لا لازم تقلبيها عشان الشربات يختلط مع الكنافة.
تاني خطوة يا حبايبي، الخطوة التانية، كوباية من العصير المانجا اللي احنا جربناه من على البذرة. هبتدي دلوقتي ضربته في الخلاط وعملتها عصير اهي زي ما انت شوف. هحط عليه 2 كيسين من كريمة الخفق، وابتدي اضربهم مع بعض لحد القوام ما يتقل معايا ويشبه كده الكريم جانتيه كده. ده هيبقى طبعا هيبقى احلى صوص ممكن تعمليه لك صوص مانجا. وتاني خطوة بقى يا حبايبي هنعمل بقى الكريمة. طبعا انا عندي كريمة خفق، عشان يعني ما طولش عليكم. كريمة الخفق هنعملها ونحط عليها كوباية من القشطة وهنضربهم كويس قوي قوي، وهتطلع معاكي احلى كريمة. لو انتي مش حابة كريمة الخفق او ما عندكيش، ممكن تعملي كيس من الكريم جانتيه وهتطلع معاكي برضو كويسة جدا، مش هتطلع وحشة ولا حاجة. وكده جهزنا الكريمات يا حبايبي، وجهزنا الصوص المانجا. هتشوفوا بقى هنبتدي المقادير ازاي. طبعا عندي بتاعت البلبلة اللي هي بتاعت الكريمة، اللي هي الوردة، اللي هي اي حاجة. المهم عندك كيس الحلواني. الكيس دوت يا حبايبي رخيص خالص، يعني مش 3 ب5 جنيه. يعني ابتديت اعبيهم كده عشان ما بهدلش الدنيا حواليا. وطبعا الكنافة زي ما انتوا شايفين ابتديت طبعا في بولة ازاز بقى عشان تبان كده ان التزيين بتاعها. رصيت الاول الكنافة من تحت وابتديت اشربها بالشربات اللي هو الباقي ده. برش عليها رشات خفيفة يعني لان هي شاربة من الاول. طبعا بالكيس بتاعي كده وابتدي انزل الكريمة كده عليها، لان انت لو حطيت الكريمة عليها وعملتها بالمعلقة الكنافة هتطلع فيها ومش هتعرفي تظبطيها. فانت بالكيس كده الحلواني كده هتبص تلاقيها سهلة معاكي الفرد كده زي ما انتوا شايفين. والصوص يا حبايبي اللي احنا عملناه بالمانجا هنبتدي نحطه في النص كده زي ما انتوا شايفين. بصوا كده يا حبايبي الصوص ده طعمه بقى خطير، والكنافه هتطلع معاكم وطعمها خطير. وطبعا الحتت اللي هي المكعبات حطيناها في النص كده زي ما انتوا شايفين. يعني كده المانجا ما هدرناش منها حاجه ولا رمينا منها حاجه. بعد كده هحط الدور التاني ابتدي احط الكنافه تاني. الكنافه يا حبايبي يعني ما بتحطيش كتير، سنتي او سنتي ونص بس، يعني مش كتير قوي. ابتدي احط الجزء التاني بقى كده فوقيها الطبقه التانية زي ما انت شايفة كده في حدود سنتي ونص علو الكنافة، يعني مش كتير. وبعد كده برضو هبتدي ارش رشة برضو بالشربات بتاعي اللي هو باقي، عشان تبقى برضو حلوة كده ومسكرة والسكر بتاعها معقول. وبعد كده هبتدي بقى بالقمع بتاعي كده اعملها نظام وردي كده يعني. هي سهلة يعني مش صعبة كده، تدوسي عليها كده نظام وردة كده. وبعد ما عملت نظام الوردة زي ما انتوا شايفين نبتدي بقى ايه املاها كده زي ما انتوا شايفين، عشان خاطر الكنافة طبعا مش هتعرفي تفردي عليها الكريمة، هتطلع الكنافة فيها وهتبقى شكلها مش لطيف. في النص كده حطيت بقى الصوص المانجا، وعلى الحروف كده ابتديت احط شرايح المانجا، هبقى ازوقها كده على رسمة وردة. بصوا كده الرسمة بقى اللي انت عاوزة او الشكل اللي انت حابة تعمليه اعمليه. وكده بصوا الجمال، والا الطعم بقى، الطعم خرافة، طعم جميل. لو في عندك جيلاتين جيلي يعني تحطيه عشان يدي اللمعة ويحافظ لك عليها. لو انا ما عنديش حطيت الشربات بتاعي، حطيت حاجة بسيطة كده يعني مش حاجة كتير. وطبعا بالكاسات اللي يعني تبقى سهلة التقديم يعني، تبقى جاهزة على طول بنفس الخطوات. البولة البايركس حطيت الكنافة برضو من تحت ورشيتها بالشربات، ورجعت حطيت عليها الكريمة، ورجعت حطيت عليها ال ال الصوص وحتت المانجا المكعبات اللي هي كانت مطلعها. ورجعت حطيت طبقة تاني كنافة زي ما انت شايفة، وبرضو كل ما احط كنافة ارش عليها رشة من الشربات. وكده بقى بالقمع، القمع يا حبايبي بيسهل معاكي جامد، ما يخليكيش تتعبي في حاجة. وبعد كده برضو رصينا شرايح المانجا، وبصوا كده الجمال. وكده يا حبايبي كده خلصنا الفيديو، خلصنا خلاص الكنافة بالمانجا. شوفوا كده، يا رب يكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك عشان يوصل لأكبر عدد،
ولا تنسى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، واشترككم في القناة شرفا لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.